شوية هتختلف، مش هحطها كلها في خل، ولكن خليني ادي الطماطم هقطعها، ودي برضو جاهزة باكلها في نفس اليوم. شوفوا هحط معاها شوية من السيلري، ريحان بقى لو عندكم ريحان فريش بتحطوه عليها، الروزماري كمان هتحطوه عليها. لو عندكم الشطة ما ننساش الشطة، انا طبعا حطيت شطة مع الخيار، بقول لكم مخلل تحفة، كمان التوم فيه مع الخل اعطى طعم حلو جدا. هحط بقى الخل بتاعي اللي انا جهزته، otherwise انتوا بتحطوا خل والاعشاب بتاعتكم برضو شوية منه، الباقي هحط مية مخلل، لو عندكم مية مخلل بتحطوها. اللي بيظبط بقى الطعم في الخيار وبالنسبة للطماطم معلقة صغيرة من العسل، العسل مع الخل مع كل الأعشاب دي بينقلها نقلة تانية. فأنا دلوقتي معلقة صغيرة من العسل